اهلا بكم من جديد. النهارده هنتكلم عن النجمه الراحله زبيده ثروت، صاحبه طبعا اجمل عيون في مصر. في البدايه هنقول ان هي ملكه جمال الشرق، اللي رفض والدها زواجها من عبد الحليم حافظ، وان هي ارادت ان تدفن بجوار عبد الحليم حافظ، وطاردها الاسطوره بيليه في كل مكان. كل ده واكتر هنعرفوه طبعا لما نتابع الفيديو بتاعنا النهارده عن قطه السينما المصريه زبيده ثروت. في البداية ولدت في 14 يونيو 1940، وهي من أصول شرقسية. والدها كان ضابط ووالدتها كانت حفيدة حسين كامل أول سلطان من عائلة محمد علي باشا. عندها أخت توأم اسمها حكمت، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية. هنقول إن هي فازت بلقب صاحبة أجمل عيون مجلة الجيل. كمان اختيرت ملكة جمال الشرق في استفتاء مجلة الكواكب، ونشرت صورتها على غلاف إحدى المجلات كأجمل مراهقة، وانهالت عليها عروض بقى التمثيل وشجعها والدها. شاركت في فيلم دليلة وهي عندها تقريبا 16 سنة. رفض جدها عملها بقى في التمثيل وهدد بحرمان عائلتها من الميراث، لكن دراستها بقى للحقوق ووعدها ان هي ستعمل في هذا المجال جعلته يتقبل الامر. بعد بقى نقول تخرجها عملت في مكتب محاماة تحت التمرين، لكنها اتطردت منه بسبب زيارة المعجبين ليها. فقررت بقى ترك المحاماة خالص والاهتمام بالتمثيل فقط. أول بطولة ليها كان فيلم الملاك الصغير، وبعدها قدمت أفلام نساء في حياتي. أشهر أعمالها يوم من عمري طبعا مع عبد الحليم حافظ. لقبت بقى بقطة السينما بسبب رسائل الجمهور للصحف والمجلات. أعجب المخرج حسين حلمي المهندس باللقب وكتبوا على تتر أفلامها. عاشت قصة حب مع عبد الحليم حافظ، ورفض بقى والدها زواجها من عبد الحليم حافظ وقال ما جوزش بنتي لمغنواتي. وكانت هي صرحت وقالت في حديث تلفزيوني إن هي تريد أن تدفن بجوار طبعا عبد الحليم حافظ، لكن وصيتها طبعا لم تنفذ. آخر أعمالها الفنية مسرحية عائلة سعيدة جدا منتصف الثمانينات. وسبب اعتزالها قالت إن ابنتها أنجبت أول حفيدة ليها، وقررت الاهتمام بقى بيها ورعايتها. تزوجت 4 مرات. الأول كان ضابط بحري، والتاني المنتج السوري صبحي فرحات، وأنجبت منه بناتها الأربعة. ثم تزوجت للمرة الثالثة، وآخر زيجاتها من الممثل عمر ناجي. كمان تلقت عرض زواج من بيليه. شافها في الكويت ووقع في حبها من أول نظرة، وظل يلاحقها في كل مكان. ثم اتصل بها كثيرا وطلب منها الزواج. عانت من السرطان بسبب شراهتها في التدخين. رشحت مي عز الدين لتجسيد سيرتها الذاتية. وبعد غيابها طبعا بسنوات ظهرت في برنامج بوضوح مع عمرو الليثي في 2014، وتوفت بقى في 13 ديسمبر 2016 بعد صراع مع المرض. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي لكم.